الحاكم بأمر الله اللي بيقولوا عليه حرم الملوخية، هو كان مجنون فعلا ولا دي كانت عبقرية؟ علشان تعرف أصل الحكاية تابع معايا. سنة 985 ميلادية اتولد في مصر واحد مش عادي من الدولة الفاطمية، عمل اللي مفيش حد قبله ولا بعده هيعمله. هو المنصور ابن العزيز بالله اللي اتعرف باسم الحاكم بأمر الله. لما العزيز بالله أبوه مات كان الحاكم بأمر الله عنده 11 سنة، ونظام التوريث في الدولة الفاطمية كان من الأب لابنه أيا كان سن ابنه، وبيعتبر الخليفة السادس في الدولة الفاطمية، وبيقولوا عليه آخر الخلفاء الأقوياء للدولة الفاطمية. أول ما أبوه مات كان في 2 بيطمعوا في السلطة، واحد اسمه شيخ قتامة محمد بن عمار وده كان قائد الجيش، والتاني اسمه أبو الفتوح برجوان اللي متسمية باسمه لحد النهاردة حارة برجوان في مصر، وده كان الوصي على الخليفة لحين بلوغه سن الرشد، يعني واحد جوه القصر والتاني جوه الجيش، وهما الاتنين كانوا عايزين يستغلوا صغر سنه للانفراد بالحكم. استغل برجوان وصيته على العرش ووجوده جوه القصر وكون جيش سري، وقدر انه يتخلص من ابن قتامة بمؤامرة لا داعي لذكرها، لكن ابن قتامة في التوقيت ده قدر انه يهرب ويستخبى من برجوان، وانفرد برجوان بكل القرارات، وقدر انه يعمل لنفسه ثروة كبيرة جدا في التوقيت ده، وكان بيعتبر نفسه الخليفة الحقيقي والحاكم الحقيقي لمصر، وانشغل في الملذات وملذ وطاب من الثروات اللي كان بيهلبها ويقلبها. وطبعا الدولة المصرية كانت في التوقيت ده في حالة لا يرثى لها، ونسي برجوان ان الحاكم بأمر الله الطفل كبر وبقى شاب، ومش اي شاب وخلاص هيستلم الحكم. وكمان الحاكم بأمر الله كان واخد باله قوي ان برجوان مستبد وفاسد. استلم فعلا الحاكم بأمر الله مقاليد الحكم اول ما بلغ سن الرشد، وحسس الناس كلها بما فيهم المصريين ان هو ملوش فيها، وفي الوقت نفسه دبر مؤامرة وقدر ان يقتل برجوان وكل اعوانه داخل القصر. واول ما قتله طلع اول بيان ليه وقال: لقد كان برجوان رجل فاسد وكان لابد من قتله لتطهير البلاد من شروره. واول حاجة عملها بعد ما قتل برجوان استدعى ابن قتامة اللي كان هربان ومستخبي من ظلم برجوان علشان يستعين بيه في ادارة شؤون البلاد. فطبعا اول ما وصل الخبر لابن قتامة فرح جدا وعرف ان الحاكم بأمر الله ما يقدرش فعلا يستغنى عنه، وجه جري علشان يقابل الحاكم بأمر الله. في التوقيت نفسه قبل دخوله عشان يقابل الحاكم بأمر الله كان الحاكم بأمر الله مدبر له هو كمان مؤامرة لقتله من بعض المشارقة، ودول ناس كان كل مأموريتهم تنفيذ امر الخليفة ايا كانت درجة اهميته او خطورته، وكانوا بيكرهوا قتامة كره العمى وقتلوه على باب القصر قبل ما يخش يقابل الحاكم بأمر الله. فامر الحاكم بأمر الله بالقبض على المشارقة اللي هو اصلا متفق معاهم، وامر بقتلهم لانهم قتلوا المناضل الشهيد ابن قتامة. وانفرد الحاكم بأمر الله بالحكم وسيطر على كل مقاليده، وزي ما بيقولوا كده بدأ حكمه على نظافة بعد ما قتل كل اللي حواليه وبقت الكلمة كلمته. وكان في التوقيت ده عنده 16 سنة فقط، واول ما مسك الحكم اظهر تقشف وورع ما شافتوش مصر من اي حاكم من الدولة الفاطمية اللي كانوا مشهورين بالبذخ والتبذير. فقلع العبايات اللي كانت مرصعة بالذهب اللي كانوا الفاطميين بيلبسوها، ولبس الخيش والصوف، وكمان خفف من الاسراف والبذخ اللي كان بيتعمل في الحفلات والتجمعات اللي كان بيعملها الفاطميين في التوقيت ده، وخفف الضرائب اللي كانت ملقاة على عاتق المصريين وكانوا بيكرهوها من الدولة الفاطمية. الراجل ده كانت ملامحه غريبة جدا، كانت عينيه واسعة قوي وصوته مخيف وكان طويل وعريض. التاريخ بيقول ان هو اسرف في القتل فعلا، ولما جم يحصوا عدد اللي قتلهم لقوهم 18,000 قتيل، لكن برضه التاريخ بيقول ان اغلبهم كان من الامراء والوصوليين والمنتفعين من اللي كانوا بيقلبوا الدولة المصرية وهو عارف ان هم فسدة، وقطع ايادي اللصوص حتى لو كانوا من وزرائه، وكان بيحاسبهم بعنف مميت لو حد فيهم غلط لدرجة ممكن توصل لقتله. الحاكم بأمر الله كان عنده حمارة ما بيركبش غيرها، كان بيلف بيها مصر ليل ونهار علشان يسمع مظالم الناس، وكان بيوزع المال على الفقراء والمساكين لدرجة خلت واحد من المؤرخين يقول عليه انه كان راجل نظيف اليد. وكان الناس في عهده يأمنون على اموالهم لكنهم لا يأمنون على انفسهم.
وامر ببناء المساجد واشهرها مسجد الحاكم بامر الله اللي في حي الجماليه اللي موجود لحد النهارده. والمؤرخين بيقولوا برضو ان الجامع ده اللي كان بنيه ابوه العزيز بالله وهو استكمله ونسبه لنفسه، وكان الراجل ده برضو مهتم بالعلم لاقصى درجه، فامر بانشاء دار الحكمه في القاهره وجمع فيها امهات الكتب. وبعد ما اتبنت وتم الانتهاء من الاعمال فيها الهندسيه بالكامل امر بقتل المهندس اللي اشرف على بنائها. لكن بعد كده بدات تظهر للراجل ده حاجات عجيبه وغريبه محدش في التاريخ كله ما قالهاش على الحاكم بامر الله. كان بيؤمر بالشيء وبيعاقب عليه في نفس الوقت. كان في مره قاعد مع وزيره اللي اتولى تربيته وهو صغير، وكانوا قاعدين بيضحكوا ويهزروا مع بعض، فالحاكم بامر الله قال له قول لي على حاجه كنت انت بتقولها لي وانا صغير وكانت الحاجه دي بتضايقني بما انك انت اللي كنت مربيني طول عمرك. فقال له العفو يا مولاي، فانت زمان كنت صغير انما دلوقتي انت خليفه المسلمين. قال له ما تقلقش قول وعليك الامان. فقال له وانت صغير يا مولاي كنت عيل ضئيل في الجسم وكنت دايما اضحك عليك واهزر واقول لك يا سحليه. وراح ضاحك الراجل من غير ما يحس بنفسه. وقف الحاكم وبرق له وقال له تصدق فعلا انت فكرتني بحاجه كانت بتضايقني، يا حراس اقتلوه. فصرخ الوزير وقال له اتقتل ليه؟ فساعتها كنت انت طفل صغير. قال له بس انت كنت راجل كبير وعيب على حد في سنك يضايق عيل صغير زيي. وكمان التاريخ بيحكي عن بقيه الامجاد، منع الستات من الخروج من بيوتهم نهائي، وكمان منع صناعه شباشب ليهم عشان يضمن ان هم فعلا مش هيخرجوا. والحاله الوحيده اللي الست تخرج فيها من بيتها كانت عشان تروح الحمامات العموميه اللي كانت منتشره في مصر في الايام دي. وفي مره كان بيمر بالحماره بتاعته من قدام حمام سيدات والظاهر ان صوتهم كان عالي شويتين، فامر حراسه ان هم يحطوا عليهم حيطه من الاسمنت تقفل عليهم باب الحمام لحد لما ماتوا وعفنوا جوه. وبعد كده امر باغلاق الحمامات العموميه نهائيا مدى الحياه. وبالمره منع لبس الابائيب للرجاله وهم كمان عشان كانت بتعمل صوت بيضايقه وهو ما كانش بيحب صوت الابائيب، وكانوا بيقولوا عليه ما بيحبش النور، وكان بيؤمر بعدم توليع الشموع في الليل، وكان بيعشق الضلمه. وفي كتاب الذهبي في سير اعلام النبلاء ذكر ان الحاكم بامر الله امر بقتل الكلاب، ثم منع الشعب المصري كله من اكل الملوكيه او اللي احنا عارفينها باسم الملوخيه. وهي كانت فعلا متسميه باسم الملوكيه لانها كانت اكله ملوكي، ويقال انها كانت الاكله المفضله لمعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه، فعشان كده حرمها على المصريين. وكمان منع زراعه العنب عشان ما يتعملش منه الخمره بعد كده عشان الخمر حرام، ومنع استيراد الزبيب من الشام، وحرم زراعه الجرجير عشان سمع ان السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت بتحبه. والتاريخ برضه بيقول انه ما سابش حد في حاله حتى المسيحيين، فامر بحرق الكنائس، لكن برضه بعقله يجي بعد يومين ويقول لهم رمموها تاني. وكمان كان بيخلي المسيحيين يشيلوا صلبان على صدرهم تقيله جدا، وما سابش اليهود في حالهم، خلى اليهود هم كمان يشيلوا على قلوبهم راس عجل من اللي كانوا بيقولوا ان هم بيعبدوه تقيله جدا على قلوبهم طول ما انت مسيحي او يهودي. وبرضه ما سابش المسلمين في حالهم، دخل عليهم وامر ان الصلاه للمسلمين تبقى فرضين فقط الصبح والمغرب، وحرم جمله الصلاه خير من النوم اللي بتتقال في اذان الفجر علشان جمله سنيه، ومنع صلاه التراويح في رمضان نهائيا، وكمان منع صلاه الضحى. وفضل على الوضع المحير ده اللي خلى الشعب المصري بكل اطيافه مسلمين ومسيحيين ويهود يكرهوه كره العمى، وبداوا يشتموه عن طريق الكتابه على الحيط ودس الرسائل اللي هي بالبلدي كده المنشورات. في الوقت نفسه كان اتباعه والمحيطين بيه اللي عايزين ينتفعوا منه كانوا بيدوروا له على ثغره يدخلوا له من خلالها علشان ينهبوا في خيرات البلد من غير ما يحاسبهم، لان جنانه من وجهه نظرهم كان لازم يتعالج بجنان حكيم، فما لقوش غير الناحيه الدينيه اللي يدخلوا له منها. فجم ثلاثه وهم حمزه بن علي الزوزني، وكان هو المسؤول عن دار الحكمه اللي كانت موجوده في مصر، وكان جاي بمخطط جديد من تركمانستان علشان يهد بيه الدوله المصريه. وكان معاه 2 تانيين، حسن الفرغني ومحمد الدرزي، وجولوا هم الثلاثه وقالوا له انت يا مولاي مش عارف قدر نفسك، انت اله ولازم كلمتك تبقى لا ترد، وعلشان كلمتك لا ترد لازم الكل يعرف ان انت الاله والجسد في شكل ادمي، والشعب كله لازم يعرف الموضوع دون ان انت اصبحت الحاكم بامره وليس الحاكم بامر الله. الراجل صدق او جايز عجبته الفكره، فقال لهم المصريين صعب يصدقوا بسهوله الحقيقه دي، لكن لو انتوا اللي قلت لهم يا اهل العلم جايز يصدقوكم. قالوا له احنا عندنا فكره حلوه قوي، لو احنا قدرنا ان احنا نجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان مدفون في المدينه هنا عندنا في مصر اعتقد ان الكل هيصدق يا مولاي. وفعلا بعت اتباعه مرتين للمدينه المنوره في محاوله منه لسرقه جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المره الاولانيه قامت عاصفه فظيعه رجعتهم تاني من نص السكه، والمره الثانيه وصلوا فعلا للمدينه واجروا اوض قريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبداوا يحفروا. حس بيهم اهل المدينه وقبضوا عليهم واعدموهم. ولما المهمه فشلت قال لاتباعه ما بدهاش انشروا خبر الوهيتي
للناس كلها. وفعلا نزلوا، وطلع حسن الفرغاني وحمزه الزوزاني الى جامع عمرو بن العاص اللي كان قاعد جواه في التوقيت دون قاضي القضاه علشان يحكم بين المصريين اللي كانوا بيروحوا له في مشاكلهم وخناقاتهم في التوقيت ده. ودخلوا على مسجد عمرو بن العاص وقابلوا قاضي القضاه، وكان الراجل قاعد في وسط الناس يحكم بينهم. وجمعوا الناس حواليهم وقال لهم جئنا لنقول لكم خبر هام، الحاكم بامر الله بقى في درجه الالوهيه، وان الحاكم بامر الله هو روح الله في الارض، واصبح اسمه الحاكم بامره. المصريين سمعوا الكلام دون واتقلبت الدنيا من كل اطياف الشعب، وراحوا قايمين المصريين ماسكين الاثنين اللي قدامهم دول وراحوا قاتلينهم وسحلوهم ولعبوا بجثثهم وبقوا بيشوطوا فيها في انحاء مصر كلها. مش بس كده، ده كمان لقوا الحاكم بامر الله قدامهم ومعاه حراسه، فكتبوا ورقه ودسوها بسرعه وحطوها في الحماره بتاعته. الحاكم بامر الله بص لقى في ورقه محطوطه، فتحها وقراها وشاف اللي فيها، وطبعا اشتد جنونه. سال المصريين اللي كانوا واقفين قدامه في التوقيت دون سؤال واحد: مين اللي كاتب الورقه دي؟ قالوا له: مش بيقولوا انك اله، اعرف لوحدك بقى مين اللي كتبها. الراجل اتجن جنونه لانه كان في التوقيت دون ما بيحبش حتى حد يقول له لا، للدرجه اللي خلته يؤمر جنوده وحراسه بحرق نص الفسطاط. ودي المدينه اللي كان بيعيش فيها اغلب الشعب المصري انتقاما من المصريين اللي كرهوه وكرهوا افعاله. اما محمد الدرزي فهرب من مصر بسرعه اول ما حس باللي حصل وجري على الشام عشان يحط بذره العقيده الدرزيه. لكن برضه الحق اتقال عن طريق كتاب الحاكم بامر الله المفترى عليه، قالوا ان الموضوع بتاع الالوهيه دون موضوع غير صحيح بالمره، وقالوا ان اللي حصل انه اخذ قرار بتوليه ابن عمه عبد الرحيم ابن اياس وليا للعهد، وهو ما يخالف مبادئ الدوله الفاطميه، وخصوصا ان هو كان عنده ولد في التوقيت ده. وده قلب عليه كل اتباعه اللي كانوا بيأيدوه علشان خاطر الدوله الفاطميه، وبالاخص اخته ست الملك. الست دي كان ليها مكانه كبيره جدا في الدوله الفاطميه، وكان ليها شخصيه وكان كل المصريين بيحبوها، وده كان مضايق جدا الحاكم بامر الله، وده خلاه برضه يتهمها في شرفها، وكان بيكرهها جدا. ولما اعلنت بنفسها رفضها الافعال ووقوفها مع المصريين ضده وكرهها ليه، ارسل لها واحد من اتباعه وبلغها برساله، قال لها: لو خرجتي من بيتك تاني هقتلك. فحست انه خلاص هيقتلها لانها لا هتقدر تستنى في البيت العمر كله ولا هتقدر ان هي ما تخرجش، فهيموتها. فاتفقت عليه مع كل اللي قلبوا عليه من قراراته، وان خلاص لابد من قتله حفاظا على استمرار الدوله الفاطميه. الحاكم بامر الله كان في حاجه غريبه بيحب يعملها كل يوم، كان بيحب يروح جبل المقطم بالليل ويطلع على هضبه المقطم بالحماره بتاعته لوحده، ومحدش من المصريين ابدا ولا حتى الحراس ولا الحاشيه يطلع وراه. وكان بيقول لهم: محدش يطلع ورايا عشان بتامل في السماء والنجوم وبتامل في ملكوت خلق الله، وببص على المصريين من فوق علشان اراقبهم واشوف تحركاتهم. وفي اليوم الموعود طلع هضبه المقطم وما نزلش، وفضلت الناس كلها تستناه انه ينزل برضه ما نزلش. وفي الاخر قالوا: ما بدهاش نطلع نشوفه في ايه. طلعوا لقوا الحماره ولقوا الجلابيه بتاعته ومتعاصه بالدم، فعرفوا انه اتقتل عشان تتكتب نهايه اغرب حاكم حكم مصر لمده اكتر من 25 سنه، وعمل كل دون ومات وهو عنده 36 سنه. يا ترى مين من اللي كتب التاريخ كان منصف ليه ومين كان بيتجنى عليه؟ هو كان فعلا ورع ومتقشف ولا كان مجنون ودماغه ضربه؟ اعتقد ان الاجابه مش هنعرفها غير في يوم الفصل، بس اللي انا متاكد منه ان مفيش حكايه ما كانش ليها اصل.